اول اكل هناكله في الجنه يا ترى هو ايه؟ انا كنت عملت قبل كده فيديو عن الموضوع ده، بس المره دي جايب لكم بقى فيديو يعني فيه معلومات اكتر وفيه تفاصيل اكتر وفيه خرافات اكتر واكتر. يس، بحب انا الحاجات دي. يلا تعالى نشوف. ما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ أول وجبة دخلتم الجنة. أنا قلت لك إحنا نحكي قصة كان دخلت الجنة. الله يرحم الأخ عبد الله اللي سألني دخل الجنة، والأخت اللي تتابعني الآن. أول ما تدخل وخلاص وصلت البيت والقصر وكذا، في طعام سيقدم لك. ما هي وجبة إيش؟ وش يا شيخ؟ بحريات، سي فود. فعلا شعلا، المفروض فعلا قصده ايه شعلا دي؟ بس بحريات سي فود. مش ممكن انا كنت سي فود. الله. ما لازم سي فود، مش في حور عين لازم محتاجين سي فود. وشغل اهل الجنه فض البقاره طبعا محتاجين سي فود، محتاجين صح. امال يا معلم، فكرين الحاجات دي بالساهل كده. انت عندك شغل مستمر يوميا بتعمله، وحور عين ومن دي لدي 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 وبيضاء شفافه، فانت لازم محتاج سي فود يقويك على اللي انت داخل عليه. قول يا شيخ، ايه نوع السي فود؟ تخيل، سبحان أول وجبة بيأكلها أهل الجنة سي فود. يعني اسمحوا لي على النطق بالإنجليزي، بس هذا هو بحريات. لا انت براحتك عادي، الناس كلها عارفه السي فود، عارف ما فيش مشكله يعني، عادي بحريات سي فود. وبعدين لما تنطق بالانجليزي اي نعم دي لغه اهل الكفر والفجر، ولكن عادي، ده انت بتقول لنا حاجات لذيذه وتقرب لنا الدنيا كده. وبعدين هتيجي حاجه جنب شعلا كمل. ايه نوع بقى السي فود؟ هو جمبري ام استاكوزا؟ اجب. لما سأل اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عن صل وسلم. أول طعام يأكله أهل الجنة، قال زيادة كبد الحوت. بحريات ولا ما بحريات؟ بحريات. بحريات، زيادة كبد الحوت. بحريات بحريات يا عم، مش اي بحريات كمان، ده عدت، انت بتتكلم في كبد الحوت. اه طيب، هو اشمعنى اليهودي رايح يسأل الرسول سؤال زي ده؟ ساب الأسئلة كلها ورايح يسأل سؤال زي ده. يعني هو السؤال ده اللي هيدخله الإسلام مثلا، فبيتأكد. ايه القصة دي يهودي؟ ألفوا. طيب نكمل بقى يعني تأليف، نكمل الموضوع. هل هياكل كبد الحوت بس وخلاص؟ يعني ده أكلنا في الجنة بس، ولا في حاجات تانية ولا ايه؟ ثم يأكلون من لحم ثور الجنة. في الجنة ثور يربيه الله لذلك اليوم. ثور واحد، ترى ثور واحد. هذا الثور يذبح فيأكله كل أهل الجنة يكفيهم. تور واحد وربنا بيربي التور؟ ربنا بيربي التور؟ ما هو صح اللي كانت قبل كده بتقول هي يعني ربنا اللي هيعمل لنا الاكل بايده، هيطبخ لنا بايده. فطبيعي حضرتك تقول ان ربنا بيربي لنا طور، بيربي طور لليوم ده. طب بقاله قد ايه؟ ما طبيعي، شوف كام الف سنه بقى. يا نهار ابيض، الاف السنين طور ده هي طبيعي هيكفي طبعا، لا هيكفي كل الناس. بس هو ليه انت يعني قلت ان هو طور هيكفي الكل؟ طب هل هيبقى حوت واحد؟ سمع الراجل اللي هو بتاع غزل البنات ده، بتاع الحاجات اللي بيبيعها الاطفال. ثواني بقى عشان اقول الكلمتين. بيفيد اكتر ما انت فدت والله. بيقول بيعمل حاجات في حياته مفيده اكتر منك واكتر من ناس كتير قوي زيك. على الاقل يعني بيكسب بتعب وبجهد وبمجهود وبسعي، مش بتخاريف وتأليف. فربنا هيربنا طور عشان ناكله في الجنة، وطور واحد هيكفي الناس كلها، ربنا اللي هيربيه. يا اخي تأدب يا اخي، يا اخي يعني تأدب. وقال لك طور واحد هيكفي الكل. طب هل بقى كبد الحوت حوت واحد برضه ولا حيتان كتير؟ ما احنا عاوزين نفهم. وبعدين هو سؤال بسيط،
هي ليه الحاجات دي ما اتذكرتش في القرآن؟ ده القرآن في ربنا بيتكلم عن الفاكهة، بيتكلم عن رمان، تمام، بيتكلم عن عنب، بيتكلم عن حاجات جميلة في الجنة، أكل أهو، مش ده أكل برضه؟ ليه ربنا ما جابش سيرة الحاجات دي؟ ليه؟ كان لسه فكرة الحوت مثلا والطور ما جاتش ولا إيه؟ طبعا ده حديث مكذوب عن الرسول ما قالش كده، الرسول ما بيألفش من دماغه. ويهودي مين اللي هيروح يسأل الرسول اشمعنى السؤال ده؟ الا لو كان بقى اللي مألفين الحديث في الاساس ناس تبع اليهود، هو لازم يحشر لك يهودي، ما في اسرائيليات داخله في الاحاديث وفي كتب التراث، تمام، كعب الاحبار. خدوا بالكم انا كل اللي بتكلم فيه ده بصرف النظر عن مفهومي عن فكره الفاكهه وغيرها في الجنه. ما هو بالعقل كده وربنا يعني مش هيغرينا بالجنه بشويه فاكهه؟ مش الفاكهه هي اللي يعني المبتغى بتاعنا فاكهه؟ والله اللي فهم ان الفاكهه والميه والرمان وغيره في الجنه اكل، هو ده اللي بقته ما كانش فيها اكل، اللي محروم منها هو اللي عاوز كده. طب اللي عاش حياته في بيئه منعمه بياكل ما لذ وطاب، ايه المغري بقى في ان هو يطلع الجنه ياكل فاكهه برضه؟ هتقول لي اصل فاكهه من نوع تاني مش عارف ايه برضه الفكره ان انت تطلع تاكل يعني وحياتك. طبعا انا مش عاوز يعني اصدر لكم حاجه بره نطاق الفيديو، انا عامل الفيديو عشان يعني ابين لكم ان واحد بدقن وعين ما هو شكله بتاع دين ومؤمن وصادق وعمال بينقل لكم خرافات هو مش فاهمها وبينقل وخلاص. فده هدفي زي ما بقول لكم دايما، ما تصدقوش دقن وعمه لمجرد ان هم دقن وعمه هو ده الدين. الدين مش شكل، لا 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 لا. اللي يكذب في الصغيره يكذب في الكبيره، اللي يكذب في واحده يكذب في 1000. ومش بس كذب، الجهل وعدم الفهم وعدم البحث، ان هو ينقل وخلاص زيه زي غيره. فيا جماعة ما تخلوش الدين محصور في شكل شخص بلبس معين ودقن وبتاع، مفيش الكلام ده. بس شكرا.